حديثي لرئيس قطر الشيخ حمد والرئيس خارجيته ورئيس الوزراء والحكومه كلها القطريه بعد المساعدات اللي انتوا بعتوها لمصر. احنا طبعا بنشكر وقوفكم جنب مصر يعني، بس الامور يعني انتوا واقفين جنب مصر لوجه الله سبحانه وتعالى. ربنا يا رب يثيبكم ويجعلها في ميزان حسناتكم. احنا يعني ما زلنا بنذكر الشيخ زايد الله يرحمه بكل خير وبكل يعني احترام وتقدير لدور الراجل ده. لكن انتوا لو بتتعاملوا مع الموقف يعني الغاز اللي انتوا جبتوه ده، انا اشكركم. انتوا دلوقتي عشان نمشي الكهرباء بتاعت مصر وما تقطعش الكهرباء، فاحنا ننعم شويه بشويه من الراحه كده يعني، ده شيء كويس. لو انتوا بتساعدوا بقى مصر حاجه، ولو بتساعدوا الاخوان بتوع مصر دول حاجه ثانيه. انا احب اعرفكم بقى الاخوان اللي انتوا بتساعدوهم وبتقفوا جنبهم دول يبقوا ايه بالظبط. اولا الاخوان لا يمثلوا جنسيه معينه، هما الجنسيه يقول لك جنسيته اخواني، مش جنسيته مصري ولا جنسيته سعودي، لا هم بيبصوا للخلافه الاخوانيه الكبرى اللي عايزين يعملوها، ومصر دويله فيها، وان شاء الله قطر باذن الله هتلاقوا فيها طلع لكم اخوان فيها باذن الله، والكويت طبعا انتوا عارفين، وطبعا عارفين الامارات كان فيها 7 8 من بتوع مش 7 8 بتوع الحاره بتاعتنا، لا 7 8 كانوا من الاخوان، وكانوا رايحين عايزين يطلعوهم ويسيبوا كل المساجين الباقيين بتوع المصريين لان هم يهمهم الاخوان. فالاخوان زي ما قلت لكم ديانه، يعني واحد لما يجي يموت بيقول لك توفاني على الاسلام، هو يقول لك توفاني على الاخوان. يعني سمعنا صالح اللي هو القائد بتاعهم فيقول لك توفاني على الاخوان، فهم بيعتبروا الاخوان ده دين. يقول لك قد يكون الاسلام ممكن الاخوان المسلمين ويحطوها بالمنظر ده، لكن هو بالنسبه لهم الدين هو الاخوان. يعني لو لقيت واحد جهادي واحد عادي من بتاع يقول لك ده ضد المشروع الاسلامي، لا ده سلفي ضدنا، لا ده كذا، المسائل تفرقت عندهم. الاخوان ده هو الدين هو الاخوان، او الاسلام هو الاخوان. ده لو تبصوا لها. بالنسبه للجنسيه هو مش بيبص لها مصر زي ما قلت لكم، بص انها دويله من الدويلات او اماره من الامارات المفروض الاخوانيه المتحده اللي عاصمتها القدس اللي قال عليها صفوت باشا حجازي، وقالوا ان هم هيعملوها، وطبعا اهو ده كلامه خلاص، لكن هم بيعتبروها جنسيه. فانتوا مش بتساعدوا الشعب المصري، انتوا بتساعدوا الشعب الاخواني. الحاجه الثانيه لو بتبصوا لهم كمسلمين، انتوا مش بتساعدوا الشعب المصري المسلم، انتوا بتساعدوا الاخوان المسلمين اللي كما يقولون عن انفسهم. الحاجه الثالثه هم بالنسبه لهم برضه الاخوان دي نسب. يعني ايه نسب؟ يعني وجعلنا نسبا وصهرا، جعل من ماء نسب وصهر. هم بالنسبه لهم النسب والصهر هو الاخوان. عنده الاخ اللي هو بتاع الاخوان اقرب له من الاخ بتاع الرحم، يعني ده يبقى اقرب له لان ده من الاخوان. اما هذا فهو اخويا في الرحم، اخويا له صله رحم وهذا الموضوع، ولكن ده اخويا من الاخوان يتجوز من بتوع الاخوان. فانا عايز اقول لكم ان الاخوان دي حركه ممكن اقول انها، لا اقدرش اقول انها الا ان هي واخده مكان الجنسيه وواخده مكان الدين وواخده مكان النسب والعرق. فيعني ايه، ارجوكم انتبهوا شويه، انتوا تبصوا للشعب المصري، لان الشعب المصري مش هو الاخوان فقط، ده جزء من الشعب، وان كانوا هم بيعتبروا ان هم حاجه ثانيه الله اعلم، بيعتبروا ان هم نفسهم ممكن يدوا حلايب شلاتين، ممكن يدوا الصحراء الغربيه، ممكن يدوا سينا للي جنبيهم. يعني هو المسائل دي مش مشكله، المهم في النهايه خالص الدول الاسلاميه الاخوانيه المتحده هي اللي تبقى تشكل الموضوع. ارجوكم لما بتحبوا تبصوا للشعب المصري بصوا له بكل فئاته، مش بجهه واحده بس.